هل عمرك فكرت ايه اللي بيفرق القائد الحقيقي عن اي شخص عادي؟ وليه في ناس كلامهم كده بيأثر فيك ويخليك متحمس انك تعمل انجازات كتير جدا، وناس تانية مهما حاولت ان هي تقنعك مش بتحس بأي شغف؟ السر مش في السلطة ولا القوة، السر في فن القيادة الحقيقية اللي بيبدأ من جواك. فكتاب كود نفسك اولا بيكشف سر القادة العظماء اللي هم غيروا العالم، واللي كانت نقطة قوتهم مش في عدد الاتباع بتاعتهم، يعني كام واحد بيتبعوهم، لكن في قدرتهم على قيادة نفسهم الاول. فانت مستعد انك تكتشف السر ولا لا؟ يلا بينا. الفكرة الأساسية للكتاب: القيادة مش إنك بتفرض رأيك أو إنك بتدي أوامر، القيادة الحقيقية إنك تأثر في اللي حواليك وتخليهم كده عايزين إن هم يشتغلوا معاك بحماس، كأن الهدف بتاعك بقى هدفهم الشخصي. وأنت علشان توصل للمرحلة ديت لازم الأول تفهم نفسك وتسيطر على أفكارك وعلى مشاعرك، وده لأن القائد اللي مش فاهم نفسه عمره ما هيقدر يقود غيره. فالكاتب كان بيقول إن القادة العظماء دول بيعتمدوا على العزلة كأداة سرية علشان يصفوا ذهنهم ويقدروا إن هم يكتشفوا حكمتهم الداخلية ويوصلوا لأفضل قرارات ممكنة. وعلشان يثبت كلامه استشهد بقصص حقيقيه للقاده زي مثلا مارتن لوثر كينج، تشارلز وايزنهاور، اللي هم كانوا بيعتمدوا على العزله علشان يقدروا يطوروا مهاراتهم القياديه. والكتاب قدر ان هو يقدم لنا 3 دروس مهمين جدا، خلينا نتعرف عليهم مع بعض. الدرس الاول: العزله بتساوي الوضوح والابداع والقوه النفسيه. تخيل ان مخك شغال طول اليوم زي مروحه كده مش بتجف، اشعارات، اجتماعات، رسائل، اخبار، سوشيال ميديا. النتيجه بتكون ايه؟ تشويش مستمر وقرارات ضعيفه. طب ايه الحل؟ الحل انك تاخد خطوه لورا. فالكاتب كان بيقول ان القاده الناجحين دول كانوا بيخصصوا وقت يومي للعزله بعيد عن كل المشتتات اللي حواليهم علشان يقدر يعيدوا ترتيب افكارهم ويتاكد ان هم ماشيين في الاتجاه الصح. فلما تعمل كده هتلاقي نفسك اكتر تركيز وابداع، وان قراراتك بقت قويه ومعتمد عليها. الدرس الثاني: انك تتخلص من فخ الفومو، الخوف من تفويت الفرص. هل عمرك حسيت انك لازم تتابع كل الاخبار وانك ترد على كل رساله وانك تتابع كل الاخبار في كل حاجه علشان ما يفوتكش اي حاجه؟ وده اللي بيسموه الفاير فومو اوف ميسنج اوت، وهو العدو الاول للقياده الفعاله. فالقائد الناجح ما بيحاولش ان هو يكون في كل مكان في نفس الوقت، لكن بيختار الاولويات بكل ذكاء. فبدل ما تحاول انك تلاحق كل حاجه، ركز على الحاجه الاهم واقبل انك مش لازم تعرف كل حاجه طول الوقت. فالنجاح الحقيقي بيجي من وقت التركيز مش من التشتت. الدرس الثالث: العزله بتساوي شفاء نفسي وابداع غير محدود. هل حسيت قبل كده انك مضغوط ومهما حاولت انك ترتاح مش بتلاقي وقت؟ هنا بقى بيجي دور العزله، مش بس للتفكير لكن كمان لاستعاده طاقتك النفسيه والعقليه. فالكاتب كان بيقول ان القاده العظماء دول استخدموا العزله كوسيله للشفاء الذاتي علشان يقدروا يواجهوا مخاوفهم ويرتبوا اولوياتهم ويطلعوا بافكار جديده، وده سر الابداع الحقيقي. فلما تبعد شويه عن الفوضى مخك بيبدا يشتغل بافضل نسخه منه، وتبدا انك تشوف حلول مبتكره لكل مشاكلك. الخلاصه: القياده بتبدا من جواك. فلو انت عايز تبقى قائد ملهم وتاثر في الناس اللي حواليك من غير ما تضغط عليهم، فلازم الاول انك تقود نفسك. خد وقت لنفسك، راجع افكارك، رتب اولوياتك، وتعلم فن العزله الذكيه. لما تسيطر على افكارك هتلاقي نفسك قادر انك تقود غيرك بكل سهوله وتاثير. فالقياده مش منصب، القياده رحله مستمره لتطوير نفسك والتاثير في العالم. فابدا الرحله من النهارده. فانا كده خلصت الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان نقدر نوصل لكل ملخصات الكتب اللي هتغير حياتك للابد.